عسلامة ومرحبا بكم في قناتي كويزينات وفي كوجينتي. اليوم حبيت نعملوا مع بعضنا روسيت متاع بقلاوة باش نعطيها لكم بكل أسرارها. أما قبل ماذا بيا تنزلوا على زر الاشتراك في القناة وزر الإعجاب على الفيديو ومرحبا بكم. نبداو على بركة الله بالشحور. باش ناخدو 2 كيلو سكر عليهم 400 مليلتر ماء، يعني على كل 500 جرام سكر باش نستحقوا 100 مليلتر ماء. بعد ناخذ مغرفة لوح ونحاول ندخل الماء للأطراف الكل بطريقة متساوية، وحتى كان وسخنا الأطراف ما تخافوش، تاخذوا فرشة فيها الماء نطفوا بها الجنبات الكل هكاكا. كان فما السكر لاصق على الأطراف يتنحى وما يفزلناش الشحور. في المرحلة هذه وقت اللي يبدا يغلي باش نزيدو مغرفتين كبار قارص، زادا تنجموا تحطوا مغرفة كبيرة كليكوز، مي هوني باش نحاول نستعمل الطريقة التقليدية هكاكا الناس الكل تبدا قادرة تستعملها. نزيدو مغرفة ثانية، كما قلنا ماذا بيكم الشحور تحضروه قبل بنهار قبل بليلة، هكاكا باش تشوفوه اللي هو بحضر ولا مازال، معناتها باش تشوفوا اللي هو ناجح ولا لا. تو باش ناخدو هذا باش نقيسو بيه الحرارة، لازم نحطوه ونقعدو نستناو حتى اللي توصل درجة الحرارة 122 درجة. ما حاجة أخرى نجمو نجربو فيها، ناخدو وقت اللي يوصل 120 درجة ناخدو شوية من الشحور نحطوه في الماء كعبورة اللي يعطيها لنا، من بعد هكاكا نعرف اللي هو نجح. في المرحلة هذه ديريكتومون نطفيو عليه الغاز، ومن بعد ناخدو كسرونة شايحة نظيفة ونحطوه نصبوه ديريكتومون باش ما يقعدش ياخو في السخانة متاع الكسرونة اللي هو فيها. حبيت نوريكم الشحور بعد برد، شوفوا تخرج نظيفة، فما حفرة وتخرج ديما نظيفة. توا باش نبداو بالعجينة. العجينة متاع البقلاوة باش ناخد كيلو ونصف فرينة، باش ناخد مغرفة ملح و60 مليلتر زيت. باش نستعملو المضرب هذا ونضرب فيه شوية. خديت 50 مليلتر عطرشية، توا باش نبداو نزيدو في الماء. خديت 400 مليلتر ماء في الاول، باش نبدا نزيد فيهم بشويه بشويه. مازالت ناقصه شويه، باش نزيد 400 مليلتر اخرين. هوني العجينه كما تشوفوا فيها تلمت، ماهيش يابسه وماهيش طريه. باش نحطها في بابي سيلوفان ونخليها ترتاح سويعه. توا نخليها اكوتي سويعه من الزمان ترتاح، ومن بعد نرجعو نكملو مع بعضنا. توا باش ناخدو العجينه متاعنا نوزنوها باش تعطينا 2 كيلو 371، باش نقسموهم على 30 كعبوره بالكالكولاتريس باش تعطينا حكايه 79 غرام. دونك نحضر الطبق نتاعي في فوقه منديله نظيفه ونحط فيهم الكعبورات نتاعي اللي باش نقسمهم قد قد. توا باش نسحق الميزان وباش نسحق مقص يكون نظيف باش نقسم. شوفوا العجينه كيفاش ولات طريه. توا يعني كعبوره فيها 79 غرام، وناخذ صحفه نشا بجنبي، كل كوره نركعها كما تشوفوا. توا نحطها في النشاء، نغطسوها مليح بالنشاء ونحطوها في الطبق. نكملوا نقسموا العجينه الكل بنفس الطريقه، نحطوهم بالنشاء ومن بعد في الطبق ونخليهم يرتاحوا للماكسيموم. هما الكرات نتاعنا بعد ما خليتهم ارتاحوا حكايه 20 دقيقه. تو باش نبدا نحلهم شويه بشويه. تو باش نبدا ناخذ كل كعبوره ونبدا نحل فيها بشويه بالقلقال. شوفوا كي تقعد طوعكم بالباهي، اسونسيال ترتاح. سي بون توا تحلت. نجيو نحطوها في الصحن. احنا نكون في الجا غلطناه
بلاستيك ولا منديله ولا ورق الزبده اللي تحبوا نتوما، وتغطيوه. كل كعبة نحلها نغطيها بالكدا باش ما تشربليش الهواء حتى نكمل 15 كعبة. علاش قلت لكم 15 وهما 30؟ على خاطر كل 15 باش نحطهم في صحن وحدهم، باش من بعد كي نحط الطبقة اللوطانية والطبقة الفوقانية ما نقعدش غالطة في الحساب. توا بعد ما كملت المرحلة نتاع حلين الكعيبرات، توا نحطهم اكوتي ونتعداو للمرحلة اللي بعدها. كي تكون خدمتنا مرتبه ومنظمه هكيك ما نتعبوش وتجينا اسهل. توا خديت هون 750 غرام، عندكم الحق تاخذ بين 750 غرام 800 غرام لوز مرحي، وتاخذوا عليهم 50 غرام فرينه، وتوا نزيدوا 50 غرام سكر محور، نحاولوا نخلطوهم لو ماكسيموم باش يدخل كلهم في بعضهم. توا باش ناخذ الطبق نتاعنا وناخذ هوني هذا زيت زيتونه ومعاه زبده. بيان سور الزبده عملتها نحيت لها الماء بتاعها الكل، عندي فيديو سور يوتيوب موجود فيه كيفاش نعملها الزبده هذه. تنجموا تعملوا الكونتيتي نتاعكم وتخبيوها رمضان الكل ولا وقتاش تحبوا تستعملوها. توا خليت خلطت هذا زيت زيتونه وزبده وباش ندهن الطبق. بعد ناخذ كميه من الشاي ونرشوها على الطبق. لازم المرحله هذه باش من بعد البقلاوه ما تلصق لكمش وتتقلع بسهوله. توا كيما تشوفوا الطبق الكل عملته بالنشا والزيتونه. باش نحط الطبق على جنب. توا ناخذ الرز نتاعنا، هذوما اللي عملناهم الاولانيين، وهذا الصحن الثاني اللي عملناهم الثاني. دونك هذه باش تكون الطبقه الاولى فيها 15 ورقه. شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا اللوطانيين يوليو من الفوق والفوقانيين يوليو من الفوق، ونبداو ناخذوا الكعبه الاولى. بيان خداو وقتهم وارتاحوا. كيما تشوفوا هوني خديت الكعبه ودهنتها بالزيت والزبده، وناخذ الكعبه الثانيه كيما تشوفوا. شوف كيفاش تراوت ما شاء الله، ونحطوها فوقها وننزل على الاطراف. نحاولوا ما نحطوش برشا زيت باش هكاك ما تكسرناش الكعبه. توا ننزلوا على الاطراف مليح باش ما يخرجوش. نخدموا هكا كيما تشوفوا. نحطوا يدينا بالطريقه هذه باش ما تنقبش الكعبه، ونبداو نزيد نجبدو بشويه بشويه. هلا تحاولوا تجبدوا تسيسوها بشويه. بعد ناخذ الطبق نتاعنا. الطبق نتاعي هوني 30 على 40. الطبق هذا انا جبته من تونس. العباد اللي باش يسالوني هوني راني نعرفش وين يتباع، مي انا راني جبته معايا من تونس. وناخذ الكعبه نتاعنا ونحطوها في الاجناب كيما هكا. بعد نبداو نجبدو فيها باش تشوفوا. نبداو نجبدو فيها بشويه بشويه.
نتعداو الكعبة الثانية نعملوها بنفس الطريقة. كالعادة بالزيت، متحاولوش تقرقوها برشا. نكمل توا بنفس الطريقة. فوالا نعمل هكا. بالطبيعة ديما نسايسو باش ما تتقطعناش الورقة. بسم الله ما شاء الله. توا بنفس الطريقة نحطو في الاخر ونبداو نجبدو بشوية. لازمكم توصلوا لأطراف الحرف باش من بعد كي نحطوا الفاكهة ما تخرجش. هوني كملت بنفس الطريقة حتى وصلت الطبقة رقم 14. وهوني باش ناخذ الطبقة رقم 15 باش نعمل بنفس الطريقة من غير ما نحط فيها ولا قطرة تاع الزيت ولا الخليط نتاع الزيت ولا زيت زيتونة والزبدة. هوني باش نبدا نحل فيها بشوية بشوية. هذاك اللي تشوف فيه راهو مشى. هوني راني استعملت فرينة عادية، استعملتش فرينة سبيسيال بقلاوة ولا حاجة، استعملت الفرينة العادية اللي موجودة عندنا. كما تشوفوا نحط ونبدأ نجبد بشوي. لازم الطبقة الاخرانية ما تحطوش فيها لا زيت لا حتى شيء باش هكاكا تلصق ومن بعد ما تجينيش الحشو وحده والورقة وحدها. توا باش ناخذ كيردون كان عندنا هكا شوية هواء ولا حاجة نبداو نتبرو ونحيو فيهم بشوي. شوفوا العجينة هوني على الجناب قديش عندها ما شاء الله بالوافي. ممكن برشا حتى طبق اكبر من هذا تنجم تعملوا. والعجينة عندها بسم الله ما شاء الله. هاكم شفتوا حتى عملت الطبقة وحدها الرقم 15 والحمد لله يا ربي ما تقطعت حتى طبقة. انت تتبعوا بشوية بشوية بإذن الله تنجح لكم. المرحلة هذه بدنا ناخذ شوية سكر محور ونرشو على الطبقة هذه الاخرانية اللي حطيناها توا باش هكاكا يلصق فيها الخليط نتاع السكر. باش نجي ونبدأ نصب في الخليط الكل. صبوا بالمغرفة بشوية بشوية باش هكاكا تضمنوا اللي حطيتو في البلايص الكل فماش بلايص يقعدوا فارغين. باش تظهر لكم صعيبة شوية تقول كان صبيت ديريكت خير،
اما كي باش تصبو ديريكت ماكش باش تشوف، ماكش باش تعرف اللي فما بلايص قاعدو ناقصين ولا بلايص زايدين. هكا تصبو تعرف ان هي البلاصه اللي ناقصه. اكزومبل هوني شوف بلاصه ناقصه. توا بيدي نتبع البلايص ونستويها الكل، وبيان بهذه نجي نتبع البلايص ونستويهم. وتقعد ديما احسن طريقه هي يديك. توا باش نزيد في البلايص الكل. البلايص اللي تحسهم ناقصين نجمو نزيدو فيهم. فوالا احسن حاجه هي بيديك، باش بيديك تعرف ان هي البلاصه اللي ناقصه وتزيد فيها. باش ناخذ عندي بوفريوه باش نجي نرش فيها بوفريوه باش هكاك نلقى كعب في الاخر. نفس الطريقه عندي كعبات بيستاش باش نزيدهم. ديما ما نخليوش بلايص معبين برشا وبلايص فارغين، نحاولوا نحطوهم كيف كيف، معناتها نحاولوا لو ماكسيموم انهم يكونوا على قليله بالعينين كيف كيف. انا هوني عندي 300 غرام بيستاش حطيتهم، تقريبا ممكن 150 غرام بوفريوه، خاطر البيستاش معناتها وزنته، اما البوفريوه لا مش موزونه. هاك شفتوني بالعين حطيت الاولى نتاع الفاكهه. الطبقه الثانيه هي نفس الطريقه، باش ناخذ 750 غرام نتاع لوز، مع عليهم 50 غرام فرينه، عليهم 50 غرام سكر محور. تو بنفس الطريقه ناخذ الخليط نتاعنا هذا اللي هو 750 غرام لوز، عليه 50 غرام فرينة، عليه 50 غرام سكر محور. نخلطوهم مليح ونغطيو الفاكهة متاعنا. توا المرحلة هذه بشوية بشوية، غير ما تحولوا الكعب معناتها من بلايصهم، تحاولوا تعبيو الفراغات الكل وتستويوها في نفس الوقت. بلايص نحسهم ناقصين نزيدوهم. راهو بيديك تحس بالكدا البلايص اللي هما فريمون فارغين. توا ناخدو هذه توا بالحق جاي دورها باش نستويو بها، باش من بعد الطبقه الفوقانيه تجينا مستوي. شوف كي تستوي يزيدوا فما بلايص يظهروا لك اللي هما فارغين. هذاك علاش ديما تخليو، ما تحاولوش تحطوهم الكل، تخليو شويه باش تعسوا بيهم. فوالا شوفوها كيفاش ما شاء الله توا مستويه.
توا باش ناخذ شويه سكر محور ونعدي عليها الكل. علاش باش نحط سكر محور؟ باش من بعد الطبقه الاخرانيه ما تطيرليش، الطبقه اللي لاصقه في السكر محور ما تطيرليش. شوفوا ما شاء الله. توا بنفس الطريقه باش ناخذ الرزمه نتاعنا الثانيه نقلبوها، اللوطان يولي من الفوق والفوقاني يولي من اللوطه، ونحلو بنفس الطريقه بالكعبتين بالكعبتين. بسم الله ما شاء الله. شوفوا العجينه كيفاش زادت ارتاحت. شوفوا نبدا نحل فيها بنفس الطريقه نتاع الطبقه نتاع الطبقات الاولانيين. ونحط كالعاده في الاطراف نبداو نحطوا الطبقات ونضغطوا باش يلصقوا. كان فما هواء بالطبيعه نخرجوه، نحاولوا نخرجوه. ونتعداو الطبقه اللي بعدها، نكملوا بنفس الطريقه حتى نوصلوا للطبقه رقم 13. وقتها نكمل نوريكم كيفاش. توا وصلنا ل 12 طبقه. في كل مره كما تشوفوا نركحوها ونحاولوا نهزوا بيدينا هكا باش نخرجوا الهواء اللي في وسطها. كان فما هواء ولا حاجه كي من هذه بالكوردون نعملوا هكا ونخرجوا الهواء. هذوما 12 طبقه. توا وصلنا للطبقه رقم 13. الطبقه رقم 13 ناخذ الطبقه وحدها نعملوا لها الزيت والزبده، الزيت والزبده، ونبداو نحلو بنفس الطريقه. متخافوش كي تبدا عجينه معجونه بالباهي راهي ما تقطعش. كيما تحلو هكا بشويه بشويه ان شاء الله ما تقطع لكمش. نجيو نفس الحكايه ناخذ الطبق نتاعنا ناخذ من الاطراف هكا ونحطو ونبداو نجبدو بشويه بشويه لاخر طبق. العجينه راهي تطاوع. توا شنو نعملو؟ نخرجوا الهواء بشويه بشويه. شوف جبدو بشويه بشويه. تبعوها بقيتو هي بقليوه معناتها تحب الوقت وسع البال والخدمه. يزبطوا الخدمه. خرجوا الهواء الكل. سيسو هالكعبه كي تقطع في الاحراف يهمكمش هذاك بطبيعته باش يتقص. ناخذو بالكوردون نطبقو كما تشوفوا. تعداو للطبقه
14 و15. هذه الطبقة 14. باش نجي كالعادة نشقشقها، تقعد الطبقة الأخرانية هي رقم 15. ما نحطوا لها حتى شيء فوقها، نحطوش زيت وزبدة، ونبداو نجبدو فيها ونحلو. وتوا كالعادة ونجبدو في الاخر ونجبد. نحاولو نخرجو الهواء. توا نقعدو نتبعو فك طريفات الهواء وبالكورتون حتى لين نخرجوهم. ميساش وسعوا بالنا باش من بعد تجينا حاجه مزيانه. ما تبداش الطبقه الاخرانيه هكا طايره والكل. نيش باش نعمل باش نكمل نستويها. قبل ما نستويها باش نجي نضغط عليها، نجي نحط منديله كيما هكا. هذه كنت مغطيه بها قبيله العجينه. نعمل كيما هكا، نضغط وندز حتى الاطراف. نجي هوني نلقى مثلا بلداف ولا ديك نتاع الهواء بالكوردون يمشيو. نفس الحكايه في الاطراف الكل. توا بعد ما عملت بعد المرحله هذه نحلها. شوفوا كيفاش ولات ما شاء الله. معناتها كان فما شويه هواء كما العاده بالكوردون نحيوهم. توا واش باش نعمل؟ باش نضغط على الاطراف ونحيها الزيت. توا ناخذ الزيت الكل هذا اللي قاسيناه على جناب. شوفوا ما شاء الله ممكن يعمل حتى طبق اخر. دونك هذا باش نعملو باش نحط في بابي سيلوفان. سينون بعد تنجموا تطيبوا بيه اي حاجه اخرى. تنجموا تعملوا بيه شباتي اللي هو تزيدوا شويه خميره وطيبوا بيه اي حاجه اخرى، ما تخليوش يضيع. نرجعوا للطبق نتاعنا بعد ما نضفناه. نعاودوا نفس العمليه. نجيو ننزلوا باش نجيبوا الهواء الكل على جنب. على جنب وميم طون نستويوها باش من بعد هذا الكل يتقص ديشي وتقعد لنا الكعبه ما نغسلوش برشا. احنا كل مره نضغطو هكا، نعملو طله وننزلو على هواء. نفس العمليه زاده من هوني. شوفوا خاطر تحسوا هكا يجي الكل لهنا الهواء، دونك تنزل باش تولي مستويه. في كل مرحله نعملوا نفس الحكايه. المرحله هذه راهي مهمه برشا، ما تحاولوش تزبيوها معناتها هكاك في كل مره. شوفوها توا كيفاش استوات. هذا من بعد جوست بسكينه كيف نبداو باش نقصوهم هذوما على جنب، يمشيو هذوما كلهم ديشي وتقعد هذيك كلها للبقلاوه. شفتوها توا نغطيها ونخليها ترتاح 4 ساعات. خليها تجمعت بالباهي. شوفوا كيفاش باش نبدا مرحله القصه. اول حاجه نبداو بها هي الحراف. هكاكا الديشي يمشي كان عجينه ويمشيش بقلاوه. حتى القصام فيه تكنيك من بقدره ربي باش نعطيكم كل شيء اليوم.
أحسن حاجة نبداو بها هي ناخدو مسطرة في عرض كعبة البقلاوة اللي احنا نحبو عليها، نقصوا الخطوط متاع العرض اللي حاجتنا بيه الكل على كبر الطبق، ومن بعد نتعداو للطبقة المايلة. شوفوا هوني باش نعمل من غير لوحة على جنب، شوفوا الأوراق كيفاش تطير بشوية بشوية. شنو نعمل؟ ناخد مسطرة بجنبها ونشد بها الكعبة باش هكاكا كيف نقص الورقات متاعنا ما يطيروش. حاجة أخرى بربي كيف تقصوا البقلاوة وصلوا السكينة حتكش القاع متاع الطبق، هكاك من بعد كيف تطيب ما تقعد لكمش الورقة اللوطانية لاصقة في الطبق. بعد ندخلوها للفور اللي نسخنوه على 150 درجة، نخليوها نصف ساعة من اللوطة، ومن بعد 45 ساعة ل 50 دقيقة الفوق واللوطة. وإذا كان عندكم فور كيما أنا بالمروحة، ماذا بكم تغطيوها بابيي كويسون حتكش للتيب معناتها النصف ساعة الأولانية، ومن بعد تخليوها كان نص ساعة الثانية تخليوها عريانة من غير بابي كويسون باش تحمر لكم من الفوق. سينو أنا نسيت ما عملتش بابيي هوني، هاك شفتوا فما كعبات طاروا لي شوية، بوقت اللي نصب الشحور بالكردون بشوية بشوية نصلحه. هوني الشحور سخنته دوبه شوية قبل ما نجبد الطبق، وبعد صبيته على البقلاوة وخليته يشرب ليلة كاملة، خاطر أنا كملتها من ساعتين متاع الليل، خليتها ليلة كاملة والصباح خرجتها وقصيتها. هوني حبيت نوريكم استيوس كيفاش نحافظ عليها أطول مدة ممكنة بين الطبقات. ديما نحط بابي كويسون نسكرها بالباهي، وكان لازم نستعمل سكوتش باش ما نخليش الهواء يدخل لها، ونحطها في الفريجدير وتقعد لي هكاك أطول مدة ممكنة. ان شاء الله ما بخلتش عليكم بالمعلومات، وكان عجبتكم الوصفه ماذا بيا تحطوا لي قلب من اللوطه، تحطوا لي جيم وبرتاجيوها مع اصحابكم، وان شاء الله عيدكم مبروك.